دائما العلاقة مع الله عز وجل حصادها وفير، ودائما الإنسان عندما يسعى ويعرف بأن هناك رب يدبر دائما النتيجة وفيرة. لذلك دائما علموا أبنائكم هذه أيضا النقطة المهمة. قول حال ولدك: يا ولدي لما تريد تقول أنا سويت، طبعا احنا العمانيين إذا قلنا أنا بعدين إيش نقول؟ إيه، أعوذ بالله من كلمة أنا. ما أعرف ليش هذا، ما أعرف تعوذوا من أنفسكم ليش؟ الناس تعوذ بالأشرار أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إيش دخلك أنت؟ ليش بالله من يخبرني ليش نتعوذ من أنفسنا؟ ها؟ ليش من قال ان الكبر؟ انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، قالها حبيبي وسيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا، ما قال اعوذ بالله من كلمه انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. وفي روايه اخرى قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. احنا جبنا بس قصه ابليس لما قال انا وعممناها. عموما ابنك لما يقول أنا دائما قل له: يا ولدي اربط الأنا بتوفيق الله عز وجل. أنا بتوفيق الله عز وجل، الله أكرمني اليوم وجيت معاكم هنا إلى إزي وقدمت هذه المحاضرة. لولا توفيق الله عز وجل ما جيت هنا حتى لو أنا مسوي خطتي وجماعة منسقين معي، لو ما الله تعالى موفقني ما وصلت لهذا المكان ولا جلست في هذا الكرسي. فدائما تخلى من حولك وقوتك واربطها بماذا؟ بحول قوة الله عز وجل. نعلم أبنائنا